اهلا بيكم. هكلمكم النهارده في الفيديو ده عن طريقه سهله جدا 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 في 60 ثانيه بس، يعني دقيقه واحده ويمكن اقل هتتخلص من احتقان الجيوب الانفيه. اي الم بيجيلك هنا في الجيوب الانفيه، اي صداع بيجيلك، بتحس انك انت دايما المكان هنا مجرى الهواء نفسه مسدود وما انتش عارف تاخد نفسك مهما كان سنك، سواء انت كبير او انت صغير، او لو في طفل كمان عنده احتقان في الانف والجيوب الانفيه هنا عنده التهاب فيها. انا هقول لك الحل، مش هعالج لك الجيوب الانفيه، لكن هقول لك حل بسيط جدا جدا، طريقه سهله قوي قوي، شويه حركات كده بسيطه هنعملها بايدينا. مجرد بس ما تعملها الاحتقان ده هيتزال بجد بجد. اي الم هنا صدقوني هيروح، وانا مجربه شخصيا، خاصه ان انا عندي على طول احتقان في الانف والتهاب في الجيوب الانفيه، خاصه في الوقت اللي احنا فيه ده. هو ده الوقت اللي امراض الحساسيه واصحاب الجيوب الانفيه بيبقوا متضايقين فيه. تعالوا بقى مع بعض كده، صدقوني في ثواني بسيطه، يعني اقل من دقيقه هتتخلصوا من الوجع اللي موجود في الجزء هنا والجزء ده اللي هو منطقه الساينس. وكمان هنفتح مجرى الهواء لو المجرى الهواء عندك مقفول. هنعمل ايه بالظبط؟ هنعمل حاجتين. ايه هما؟ اول حاجه تاخد كده صباعك ده او الاتنين دول حسب انتوا بترتاحوا لايه الاول، وتاخدوه هنا، وشايفين المنطقه اللي هنا دي انتوا تاخدوها كده وتشدوها لفوق كده، شايف يعني بعيدا عن المنظر الفيديو. انا مش عايزاكم تتريقوا ابدا ابدا على المنظر اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي، هو منظر شكله يعني مش تمام، لكن حاجه انتوا هتعملوها في البيت لوحدكم، ومش عايزاكم تتريقوا على شكلي وانا طالعه دلوقتي في الفيديو. ليه؟ عشان الحاجه اللي انا بعملها دي طبيه بحته. انا لما هعمل الطريقه اللي انا هقولها لكم دلوقتي دي، انا بستهدف فيها عصب اسمه عصب الكرينيال نيرف 5. الكرينيال نيرف 5 بعد ما انا بستهدفه هو بيوصل مسج للمخ، ومنها مسج تاني للانف، فيفتح مجرى الانف الموجود هنا، وهيقلل الانجكشن الالتهاب اللي هو الساينوسايتس اللي هو المسبب للي احنا فيه اصلا، المسبب لالتهاب الجيوب اللي الأنفية. هو في الاخر هيعمل اوبننج للستيشن تيوب. الستيشن تيوب دي لما تتفتح ساعتها مجرى الهواء هيتفتح، هتقدر تتنفس بسهوله جدا جدا. الالتهاب والاحتقان اللي موجود هنا هيقل عن تجربه وفعاله بنسبه 100%. يلا بينا بقى نبدا مع بعض، ومش عايزه اشوف كومنت السلبيه ابدا. اول حاجه هنعمل ايه؟ شايفين المنطقه هنا اللي هي اللي حوالين الانف من هنا، انا عايزاكم تشدوها كده، شايفين بتطلعوها لفوق. انا عايزه افتح المجرى ده من عند العظم بتاع التشيكس نفسه، عظم الخدود، عايزاكم تشدوها كده كده، يا اما بالصبعين دول يا اما بدي، تتكوا عليها جامد وترفعوا لفوق، ترفعوا بالمنظر ده كده، ترفعوا تتكوا وتدخلوا لجوه وترفعوا، وتحاولوا تاخدوا نفسكم. خليكوا كده بقى 15 ثانية، اعملوا كده 15 ثانية. بعد كده انا صدقوني حسيت اصلا ان الهواء دخل مجرد ما عملت كده. انتوا بتزقوا العظم بتاع التشيكس ده كده وبتتكوا عليه جامد جامد وترفعوه لفوق. اعملوا كده لمده 15 ثانيه. لو حسيتوا انكم محتاجين تزودوا تاني بعد ال 15 ثانيه تريحوا شويه، بعد كده تعيدوا تاني 15 ثانيه. زي ما انا قلت لكم اللي انا هعمله ده عباره عن خطوتين. انا قلت لكم كده الخطوه الاولى. الخطوه الثانيه بقى نعمل ايه؟ ان احنا ناخد منديل عادي خالص، وناخده ونلفه لفه كده. يعني انتوا ممكن تستغربوا من المنظر يعني، بس اعملوا بس كده وصدقوني صدقوني الموضوع فعال لدرجه غريبه. هو يبان مضحك او ممكن الناس تقول ايه ده، هو ايه ده، هو في حاجه اسمها كده؟ طب يعني عيب على نفسك يا دكتور انك تطلعي تعملي الحركات دي في فيديو. بس صدقوني لو الموضوع مش فعال انا عمري ما كنت هطلع واعمله في فيديو. تلفوه لفه كده، يعني كل واحد بقى حسب ايه الشكل اللي هو يحبه، وتاخدوه وتدخلوه جوه فتحه واحده من الانف، تمام. وبعد ما تدخلوه تفضلوا تلفوه كده كده، حركات دائريه حركات دائريه في فتحه واحده من الانف. انتوا لما تعملوا كده انتوا برضو بتارجتوا عصب معين جوه الانف، بتاخدوه وتقعدوا تلفوا اهو ده اللي بيحصل بالظبط. انتوا لما بتارجتوا العصب ده هيخليكوا تعملوا سنيزنج، سواء تعطسوا او تكحوا او تطردوا اي حاجه موجوده على صدركم. انتوا لما تعملوا كده مره في التانية صدقوني في هوا دخل فجاه، المجرى النفس ده كله اتفتح فجاه. طبقوا اللي انا بقول عليه ده.
اصحاب بقى المرضى المزمنين اللي بقالهم سنين 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 تعبانين هيكرروا الموضوع ده عند سادس مرة هيلاقوا نتيجة. طبعا عند الناس اللي الموضوع عندهم مش مزمن او لسه يعني المرض جديد عليهم بقالهم سنة ولا 2 بس، صدقوني من اول مرة هتحسوا بفرق. صدقوني ده عن تجربة، الكلام ده يعني طبي. احنا بنستهدف اعصاب معينة موجودة في الاماكن دي، ده رقم 1. رقم 2 الموضوع مجرب وفعال بنسبة 100%، وحتى مع الاطفال انا مجربة معاهم الطريقة دي، وبجد بتفتح مجرى الانف، وبالتالي احنا هنقلل الاحتقان اللي موجود في الانف، هنقلل من الاعراض اللي بيسببها التهاب الجيوب الانفيه، اللي هو الالم اللي بيبقى هنا، والجزء ده يا خراب بيبقى صعب جدا جدا جدا. وبما اني مجربه فبقول لكم جربوا. طبعا لما مجرى الهواء يتفتح والهواء يبتدي يدخل تاني للجسم بصوره سليمه، الصداع اللي بيبقى موجود هنا ده هيروح. جربوا وقولوا لي في الكومنتس تحت لو انتوا جربتوا والطريقه جابت معاكم نتيجه. اتمنى تعرفوني تحت في الكومنتس، ويا ريت تعملوا شير عشان كل المرضى اللي عندهم التهاب في الجيوب الانفيه واللي عندهم حساسيه مزمنه، انا واثقه 100% ان هم هيستفادوا. اشوفكم على خير الفيديو الجاي.